يحكى أن مشعوذة مغربية تدعى سعاد أتى إليها عميل ثري فطلب منها أن تقوم بسحر معين له مقابل مبلغ كبير من المال، فوافقت سعاد على الفور، لكنها للقيام بهذا العمل والعياذ بالله ستحتاج إلى قطعة من جسم إنسان لإتمامه. وفور مغادرة الرجل بيتها توجهت مباشرة إلى المقبرة للبحث عن جثة حديثة لتستأصل منها العضو المطلوب، لكن محاولاتها فشلت لأن المقبرة كان بها حارسين يقظين حتى إنهم شكوا في أمرها. فقررت سعاد أن تعود إلى المنزل، وعند وصولها بقيت تفكر في حل لمشكلتها إلى أن قررت أن تذهب إلى المستشفى وتدخل خلسة إلى غرفة الموتى وتأخذ المطلوب. فتوجهت بسرعة إلى أقرب مستشفى وبدأت تبحث عن الغرفة المطلوبة إلى أن وجدت لافتة كتب عليها غرفة الموتى، فدخلت إليها ووجدت رجلا بسيطا يعمل حارسا على تلك الغرفة ويدعى خالد، فقررت الإيقاع به وفتحت معه الموضوع تلو الآخر إلى أن صارحته بأنها في حاجة إلى شيء من أحد جثث الغرفة التي يحرسها. فاستنتج خالد أنها ساحرة، وقبل أن ينطق بأي كلمة قالت له: أنا أحتاج فقط بعض الشعر من أحد الجثث وسأدفع لك أي مبلغ تطلبه. فاستثار غضبا وأبلغها أن تذهب وإلا سيتصل بالشرطة، لكن سعاد لم تيأس ورمت أمامه رزمتين من المال وقالت له: أنت رجل بسيط وهذا المبلغ سيساعدك كثيرا، والأمر الذي أحتاجه هو فقط لعمل سحر لمساعدة شخص آخر وليس لعمل شيء سيء. فوسوس الشيطان له وأخذ المال وقرر مساعدتها، فأخبرها أن مفاتيح الثلاجة ليست لديه وأنه سيتصل بها في الغد فور حصوله عليها. ففرحت سعاد وأخبرته أنها ستعطيه ضعف المبلغ الأول إذا تمت الصفقة، فتركته وذهبت. فبقيت خالد في حيرة من أمره بين تأنيب الضمير من ناحية والطمع وحب المال من ناحية أخرى، إلى أن أتى زميله ويدعى محسن ملاحظا تشتته وكثرة تفكيره، فسأله عن سبب قلقه، فقال له: هل أستطيع أن أتمنك على سر؟ فقال له: بكل تأكيد يا خالد. فأخبره بالقصة كاملة، فقال محسن: ألا الصفقة جيدة وبها مبلغ كبير من المال، لكن مستحيل عليك أن تحصل على مفاتيح ثلاجة الموتى لأنها بحوزة مدير المستشفى. فقال خالد: وما هو الحل؟ فرد عليه: الحل معي، لكن سنتقاسم المبلغ إذا ساعدتك. ففرح خالد ووافق على الفور وسأله: أخبرني كيف سنحصل على المفاتيح؟ فأجابه بابتسامة: إن الساحرة لا تعرف طبيعة الجثث، وكل ما يهمها هو حصولها على خصلة الشعر من أحد الموتى. سأدخل أنا في أحد الثلاجات الفارغة ممثلا أني أحد الموتى، وستوجهها أنت لي وتتركها تأخذ خصلة الشعر وتذهب. فقال له خالد: وماذا إن حدث لك شيء بسبب استعمالها لشعرك في السحر؟ فأجابه محسن ضاحكا: لن يحدث لي أي شيء، لأني ببساطة إنسان حي ولست ميت، ولن يعمل سحرها. فارتاح بال خالد وبدأوا في التخطيط للعملية، لكن محسن قال لصديقه: إياك أن تتركها تدخل الغرفة لوحدها كي لا تقوم بأي شيء غريب معي، ابقى معها تأخذ خصلة الشعر وتعطيك المال وتذهب ونستمتع نحن بالغنيمة. فضحك الاثنان فرحا وذهب كل منهما في طريق عمله. وفي الغد أتت سعاد في موعدها فقابلت خالد وأخبرها أنه أخرج أحد الجثث من الثلاجة ووضعها بالغرفة لكي تقوم بعملها. وطبعا تلك الجثة كان زميله محسن كما اتفقا سابقا، لكن فاجأته سعاد وقالت له: يجب أن أدخل لوحدي إلى الغرفة لأنه هناك طقوس سحرية يجب القيام بها، ولن تعمل بحضور أي شخص آخر غيري. فكر خالد قليلا ثم وافق مجبورا، لكنه نبهها أنها لن تتجاوز 5 دقائق داخل الغرفة وإلا سيدخل عليها. فوافقت وقالت له: حسنا لا مشكلة عندي. فبقي خالد متوترا أمام الغرفة، ودخلت سعاد، لكن بعد ثوان من دخولها سمع صرخات مرعبة من الداخل فتح الباب بسرعة ليتفاجأ بسعاد ملقاة مغمى عليها في الأرض والدماء تجري من رأس محسن وهو يصرخ بشدة. فتقدم إليه ووجد أن سعاد قامت بقطع أذنه وليس خصلة من شعره، إلى أن حضر كل من في المستشفى إليهم وأبلغوا عليهم الشرطة التي حضرت فورا وأخذتهم جميعا إلى السجن. هذه نهاية الساحر والطماع والذي لا يخاف الله في نفسه وفي غيره.